يجاوبون طوالي يعني مباشرة. يا أخي الآن لماذا أنت زعلان؟ سؤال يا أخي، لو كان الأمر يتعلق بهذا الجروب الذي قلت لك فاسمعي وجهة نظري أرجوك يعني. يا أختي العروبة والإسلام فقط، هذا الجروب حاله كحال أشياء كثيرة في الحياة، يعني أعلم أن يعني هذا الغروب لا ليس كما يبدو الحال عليه يعني. وأنت تعلمين أننا يعني المروة والشهامة، وأنت أخت العرب والإسلام يعني. وأنا قلت لك يعني أنت لو كنت قريبتي أو كذا وأختي لن أسمح لك بالذهاب إلى هذا المكان وحيدة. فلهذا السبب أنا قلت لك هذا المكان غير جيد. ولكن إذا كنت يعني لابد من هذا المكان يعني فنحن نذهب إلى هذا المكان، ما في شيء مشكلة. ونذهب إلى هذا المكان يعني ولن يستطيع أي رجل الوقوف في وجهي. وأنت تفعلي ما تريدين بحرية، ولكن يعني هذا كونفليكت ما في داعي له. يعني احنا نذهب الى مكان اخر كان يعني يليق باميره مثلك، يعني هذا هو السبب والله. يعني ان العالم فيه مواضيع كثيره يا اخي، يعني ممكن ان نتحدث فيها. يعني احنا ممكن ان نتحدث مثلا عن الوضع السياسي في السودان، ما رايك في هذا الموضوع؟ يعني حنتحدث بسرعه طبعا لانه من المواضيع التي يعني حتصيبك بالاكتئاب يعني، فانت حتتحدث بسرعه ونمشي لانه احنا يعني نريدك فرفوشة كده، احنا عايزينك فرفوشة معانا، فما في داعي تخش في الموضوع. يعني 5 ثواني كده نتحدث عن الوضع في السودان وخلاص. أقول لك التالي: إن الوضع في السودان كل المشاركين في المشهد كلهم كده، ما فيش أي واحد. الأقرب هو كيان يسمى الاسم جميل، ولا ما هو عيب. إنهم أناس وبيتحركوا يعني ببطء شديد جدا. هم كانوا زمان يعني يقولون لنا احنا كنا كشعب سوداني، انا احكي لك انا كنت شعب سوداني كان في نفق مسلم. احنا كنا قاعدين كلنا كده كشعب سوداني جوا النفق الجميل. بعدين احنا سوار تمام، اكتشفنا انه في نور، احنا اللي اكتشفنا انه هناك في نور اخر. فهم جو قالوا اوكي احنا يا جماعه هذا النور حنقودكم اليه. قلنا جميل. كيف؟ قالوا يا جماعه احنا عندنا سلحفاه عظيمه جدا. جابوا سلحفاه كبيره جدا ضخمه. يعني اكبر سلحفاه في الكون جابوها. فهي المشكله انه هي كبيره، فهي سرعه يعني البطء ضعيفيه، وانت من السلحفاه البطيئه تخيلي اكبر سلحفاه. فالبطء الحاصل، فاحنا ركبنا كلنا كسوار في السلحفاه. والسلحفاة ظلت تتقدم يعني، ودائما هي بتتقدم يعني في نفس المكان. فهو ده الناس الأقرب. هذا الوضع السوداني بصورة عامة. ولكن أنا ممكن أحكي لك أشياء جيدة جدا ومشرفة يا أخي عن الوضع السياسي السوداني. يعني مثلا أنت تعرفين ما هو الجيل، هذا الجيل العظيم يعني الذي قدم سلاسل من النضالات. انتهى الحال بأنه هو الجيل الذي يعني أثبت أنه الأجدر بقيادة هذه البلد. يعني أنا ممكن أتحدث لك عن هذه الظاهرة. أنا ممكن أتحدث لك كذلك يا أخي عن ظاهرة الإنسان الأبجيجة الشرير. والله الحقيقة يا أخي أنا عايز أحترف بحاجة، وعايز أعتذر للإنسان الأبجيجة السوداني تحديدا، لأنه يا أخي العزيز أنا والله كنت ظالمك، لكن الحقيقة وبعد التجارب في الحياة فالناس تصمت. ونحاول نشيل من أزر بعض. تمام. هذا يا أختي الإنسان الأبجد الشرير. ممكن أحكي لك يعني قصته وتفرعاته وخصائصه وكيف يفكر يعني وكيف يتحرك في الحياة. يا أخي يا سيدتي، إذا أنت لا تحبي السياسة بلا سياسة بلا كلام فارغ. نتحدث في أي شيء ماذا تحبين؟ الكرة، كرة القدم، نتحدث في مواضيع أخرى. يلا ما السفر، لماذا لا نتحدث عن هذا الأمر؟ بدل هذا الزعل يعني غير مبرر يعني. يا أخي أنا أعرف مطعما وهم عندهم مطبخ يعني أنا أراه مشابها جدا لمطبخ يعني دولتك الجميلة. لماذا لا نذهب إلى هذا المطعم؟ لأنه أنا أتمنى أننا في هذه اللحظة يعني نتحدث عن الحب مثلا. دعيني أخبرك عن الحب. ما هو الحب؟ وأنا أقبل كل أفكارك مهما كانت غير مألوفة، ما دام هي أفكار طالعة منك يعني من عقلك، هي أفكارك أنت، فأنا أقبلها أهلا بها. مرحبا أيتها الأفكار. المشكلة بس ما تكون هي أفكار بتاعت شخص تاني أو جماعة تانية وأنت تقلدين.
يعني أنا مثلا فيما يخص الحب أريد أن أتحدث معك عن مثلا ماذا تعتقدين، يعني ما هو الفرق بين الحب؟ هي ثلاث أشياء مختلفة، يعني يمكن أن نتناقش كيف أنها تلتقي ولا تلتقي وهكذا. انظري كيف تشعبط المواضيع. يعني تعالي مثلا نربط هذه المواضيع مع بعض في الحلقة القادمة.